زيزو والقراية. زيزو متأخر شوية في القراية، والمدرسة بتاعته ادت له قصة عشان يقراها في البيت مع مامته. زيزو حاسس بالظلم لأنه هو الوحيد في الفصل اللي أخد الواجب ده. في البيت زيزو وماما قعدوا يقروا سوا. القصة كانت بتحكي عن أرنب وزحلفة، وزيزو كان بيقرأ بصوت عالي وماما كانت بتصلح له كتير. بعد شوية حس إنه متضايق وما بقاش مهتم بالقصة ولا باللي بيحصل فيها، ورمى الكتاب على الأرض. ممكن تتناقش معانا في التعليقات على الفيديو، وممكن تفكر مع ماما أو بابا أو أي حد بتحبه وبتتفرج معاه على القصة دي. زيزو كان حاسس بالضيق، تفتكر ممكن يكون كان حاسس بإيه تاني؟ إيه اللي خلى زيزو يحس بكده؟ بتحس بإيه في جسمك لما بتكون محبط أو غضبان؟ ارسم صورة لنفسك واكتب عليها اللي بيحصل في جسمك لما بتبتدي تحس بالغضب. ممكن تحكي لنا عن مرة حسيت فيها زي زيزو؟ طيب بتعمل إيه علشان تهدى لما بيجيلك الإحساس ده؟ ويا ترى ممكن اللي حواليك يعملوا إيه عشان يساعدوك لما تحس بكده؟ تفتكر زيزو كان ممكن يعمل إيه عشان يمنع نفسه إنه يرمي الكتاب على الأرض؟ وتفتكر ممكن زيزو يعمل إيه عشان يساعد نفسه يهدى؟ وآخر حاجة هطلبها منك إنك تكتب جملة لطيفة ممكن تقولها لنفسك عشان تساعدك تهدى لما تحس بالضيق. هستنى حكاياتكم في التعليقات، واستنونا في قصة جديدة من يوميات زيزو.